قبل بس ما ابتدي الفيديو عايز بس اقولك ان انا تعبان شويه بس، فبتكلم بالعافيه او زوري وجعني يعني، فبتاسف لو في اي كلمه ممكن تطلع غلط او اي كلمه ممكن تضايقكم. النهارده هنتكلم عن هاتف من شركه شاومي. الصراحه هاتف كويس وبيقدم مواصفات كويسه، ولكن شاومي يعني عامله شويه عيوب في الهاتف ده ممكن تقفلك من الهاتف ده خالص، ما تعرفش ليه. فاعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهايه السنه، وانت اللي هتساعدنا بكده. فوقف الفيديو ثواني، اعمل لايك واشتراك. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف شاومي بوكو ام 6 بلس. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنه اللي هتكون في نهايه الفيديو. فلو سمحت يعني تعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجه تصميم الهاتف. وتصميم الهاتف هنا الصراحه شكله يعني رايق، تصميم مسطح بسيط، انا شايفه من وجهه نظري يعني شكله حلو وكويس ورايق يعني، وزي ما بقول دايما هو وجهات نظر. خامات الهاتف هنا يعني الظهر بيجي من الازاز. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا جايه بحجم 6.79 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس، وبدقة 2460 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل انش، والشاشة اي بي اس ال سي دي، ومعدل تحديثها 120 هرتز، والسطوع بتاعها 550 شمعة. بصوا الشاشة هنا كويسة يعني هتمشي الدنيا وهتقضي الغرض مع 120 هرتز معدل تحديث وجودة 1080. ولكن الحقيقة الشاشة هنا مش الأفضل، يعني كنا نتمنى في السعر ده تكون شاشة أموليد محترمة في السعر ده مع سطوع كويس. لكن عموما بالنسبة لأن الهاتف 5G، فهم بالنسبة للهاتف 5G بيقللوا شوية عشان السعر، فهي يعني هتمشي الدنيا، بس كنا نتمنى تكون أموليد. ونخش على أداء الهاتف أو المعالج هنا هو سناب دراجون 4 جين 2 AE اللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانو، والمعالج هنا موفر للطاقة بشكل كبير جدا بسبب ال4 نانو. المعالج هنا الصراحة كويس جدا، هيقدم لك أداء كويس سواء في استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج، وهيشغل الألعاب يعني بشكل متوسط وكويس بشكل يناسب فئة وسعر الهاتف. فمن الآخر والنهاية يعني المعالج هنا مناسب وكويس على الفئة دي. شاومي هنا بتقدم لك في الهاتف ده نسختين، الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن بيركب مكان الشريحة التانية. الجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 108 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي العمل أو يعني ماكرو علشان تصور بيها التفاصيل من قريب جدا، تقدر تصور بيها فيديوهات. الكاميرا الخلفية يعني بجودة فول اتش دي 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 13 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات برضو فول اتش دي 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايب حجم كويس جدا 5030 ملي امبير، بطارية الصراحة محترمة وكويسة وهتقعد معاك وقت كويس، بالاضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 33 واط، ودي سرعة كويسة في السعر ده. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 14، وللأسف ما بيدعمش NFC، وده يعتبر من عيوب الموبايل ده. وبيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، والجهاز بيدعم خدمات الجيل الخامس، والجهاز مقاوم لرذاذ الماء والغبار بشهادة IP53. ألوان الجهاز هما الأسود والفضي والبنفسجي، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي، احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. بالنسبة لمميزات الهاتف فالصراحة المعالج كويس ومناسب على الفئة دي، برضو البطارية والشحن السريع الاتنين كويسين الصراحة، وبرضو الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. طيب بالنسبة للعيوب
زي ما قلت شاشة هتمشي الدنيا، يعني كويسة هتمشي الدنيا، ولكنها مش الافضل في السعر ده، وكانت مفروض تكون اموليد. والهاتف برضو في السعر ده كان مفروض يكون بيدعم من NFC، ده عيب كبير في السعر ده. طيب دلوقتي بعد ما شفنا المواصفات بتاعة الهاتف، وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية، خلونا نعرف سعر الهاتف. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، يعني لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $165. السعر المتوقع في مصر 9000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 600 ريال. كده زي الفل وكويس. ولكن لو انا مش عاجبني الهاتف ده، ايه المنافس بتاعه في نفس السعر بتاعه في نفس الفئة؟ هقولك عندنا هاتف سامسونج جالاكسي A25 5G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الشاومي بوكو M6 بلس. فاحنا هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين. ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا في القناة هنا عملنا مراجعة لهاتف سامسونج جالاكسي A25 5G. لو انت حابب تشوف المراجعة دي هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو سناب دراجون 4 جين 2 AE، ومعالج سامسونج هو اكسينوس 1280. وهنا اداء الاتنين قريب جدا من بعض. الاتنين بيقدموا شاشة جودتها 1080 او فول HD بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز. ولكن شاومي IPS LCD نوعها يعني، وسامسونج اموليد زي ما كنت بتكلم قبل كده. وهنا سامسونج تتفوق. شاومي ما بيدعمش NFC، ولكن سامسونج بيدعم NFC، وهنا سامسونج تتفوق. شاومي بيدعم الشحن السريع 33 واط، وسامسونج 25 واط، وهنا شاومي تتفوق. طيب دلوقتي بعد ما شفنا المواصفات او يعني بتاعت الجهازين، يعني خلونا نعرف فرق السعر ما بينهم. بس خليك عارف زي ما قلت ان سعر شاومي ده متوقع، انما سعر سامسونج ده رسمي في مصر. سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 9000 جنيه. سعر سامسونج الرسمي في مصر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 9700 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة، اكتب اسمه في التعليقات. ومستني رايك في هاتف الشاومي بوكو M6 بلس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.